السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بصوا حبايب قلبي، أنا عملت معاكم اللفت. بصوا جماله، بصوا مقرمش وجميل ازاي. يوم واحد بس وهتاكلي منه، يعني يوم واحد بس. بصوا أنا قطمت قطم قدامكم اهو. بصوا جماله، مقرمش وجميل، والسر في معلقة واحدة وهقول لكم عليها بس لما نخش الفيديو. بصوا البنجر كمان جميل جدا ومفيد برضو. ان شاء الله هيعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناه بتاعتنا وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد. بصوا حبايب قلبي، بصوا لونه، بصوا جميل جدا. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه. وهقول لكم دلوقتي على الطريقه. هنخش دلوقتي وهنشوف الطريقه بتاعتنا. بس قبل ما نخش لازم تعملوا لي لايك فضلا وليس امرا. يلا يا حبايبي نشوفوا هنعمل ايه ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بسلم عليكم. هنا عندي لفت اهو. عندي لفت. تمام كده، انا قطعته علشان بس ايه، وقت الفيديو ما يطولش معاكم، وسبت واحدتين كده هقطعهم قدامكم برضو. بصوا انا كنت نقعاه حلو وغسلته بالليفه بتاعه الخضار حلو. بصوا لما بقى ابيض كده وشفاف وجميل وكل الطينه اللي فيه نزلت والميه بتاعته صفيت. خلاص هقطع معاكم دلوقتي وهعرفكم ازاي تقطعوه. اهو يا حبايبي كده، هنمسك الواحدة كده بالعرض. تمام اهو كده. هنقطع صوابع، عايزة تقطعيه مكعبات تقطعيه. دي حاجة ترجع لك، اللي يريحك اعمليه. انا بحب اقطعه صوابع كده رفيعة زي البطاطس. بصوا بيطلع جميل، وشفتوه في اول الفيديو مقرمش وجميل. انا عملته بالليل وسبته، حطيت عليه الملح وسبته لتاني يوم. وتاني يوم حطيت له المحلول بتاعه. مفيش ساعتين زمن وكنا اكلنا منه. خلاص اهو جميل جدا هيعجبكم، بس جربوا الطريقة دي. والسر بتاعنا في معلقة واحدة. خلاص اهو هنا بقطع معاكم اهو. انا قلت لكم قطعوا زي ما انتوا حابين، عايزين تقطعوه كبير قطعوه، بس هياخد وقت معاكم في السوا. قطعوه مكعبات براحتكم، اللي يريحكم اعملوه. خلاص يا حبايبي كده اهو. بصوا صوابع برضو محملة وماسكة نفسها علشان ما تتهريش معانا برضو. بصوا اهي جميل جدا. واللفت طبعا مفيش حد ما بيحبش اللفت، كلنا بنحب اللفت. بنحب ناكله ونحطه جنب الاكل كده بيفتح نفسنا اهو. هنا بقول لكم بصوا الصوابع. خلاص كده اهو. اللي وصل معايا لحد هنا يا حبايب قلبي ما ينسانيش في اللايك. ميرسي جدا على اي حد بيدعمني، على اي حد بيكتب لي كومنت حلو زيه. شكرا، ربنا يبارك لكم يا رب. شكرا جزيلا. اهو هنا كنت خلاص اهو. هنا بوريكم برضو الصوابع اهو يا حبايب قلبي اهو. بصوا جميل جدا، ان شاء الله هيعجبكم. اهو ان شاء الله هعمل لكم برضو مخللات كتير وانواع كتير وبطرق مختلفة كتير ان شاء الله. بس اي حاجة عايزينها حبايب قلبي اكتبوا لي في الكومنتات وانا عيوني ليكم. ويا ريت اللي بيشاهدني من اي بلد يكتب لي في الكومنت، يعني يقول لي انا بشاهدك من مصر، من المغرب، من الجزائر، من فرنسا، من المانيا، من اي بلد يا حبايب قلبي اكتبوا لي. خلاص بس يا حبايبي ما تنسوش اللايك، حط اللايك علشان اللايك هو اللي يرفع الفيديو. خلاص اهو. هنا كنت جبت الملح بتاعي اهو، وهبدأ ارش عليه كده. تمام وهسيبه. انا كنت بعمله بالليل، انا سبته للصبح، يعني انا قطعته كده وحطيت عليه الملح وسبته لتاني يوم الصبح. خلاص انا عملت الصبح كان اخر النهار كنا بناكل منه. خلاص اهو هوريكم المية اللي هتنزل منه. بصوا أو هي كمان الكمية بتاعته هتقل شوية لان هو هيدبل. خلاص اهو. لازم يا حبايبي تحطوا له الملح وتسيبوه لتاني يوم
او على الاقل 5 ساعات، علشان المية اللي بتنزل منه هي ديت اللي بتعمل الغازات، يعني المية ديت هي اللي بتتعبنا. خلاص اهو انا هسيبه لتاني يوم الصبح اوريكم المية برضو اللي نزلتها اهو. بصوا الكمية بتاعتي قلت خالص علشان اللفت بتاعي دبل. بصوا 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 المية تحت اهي، انا هصفيه تمام. مش هغسله ولا اي حاجه، لا انا عايزاه كده بالملح بتاعه، هو دبل ونزل الميه بتاعته كلها، انا صفيت منه الميه. وهبدا كده اجيب الليفت بتاعي بعد ما صفيته، والبرطمان بتاعي انا كنت معقماه طبعا تمام كده. ومعايا كم واحدة فلفل كده سبايسي، ومعايا بنجرايه كبيرة مقطعاها صوابع برضو او شرايح على حسب براحتك اللي انت عايزاه. اهو كنت احط لفت واحط بنجر واحط فلفل. خلاص اهو. اهو كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا كنت خلصت اهو. البرطمان التاني ما كانش كمل معايا، مش مشكلة، عادي يعني مش هيجرى اي حاجة. كنت هنا حطيت ورق لوري تمام، وحطيت الفلفل بتاعنا طبعا، واحط البنجر من فوق برضو اهو. اهو حطيت البنجر اهو كده، هيبقى لونه انتوا شفتوا في اول الفيديو جميل جدا وشكله يفتح النفس. خلاص كده هنجيب المية بتاعتنا اهي، مية غلياها وسبتها تبرد. اللي في المية دي حبايب قلبي حتة من العرق بتاعتي اللفت، خلاص الحتة الخضراء. هنا حطيت الملح وحطيت معلقة سكر كبيرة تمام، علشان هو السر بتاعنا اللي بيخليه مقرمش وبيخليه حلو معانا وما يتهريش منك. خلاص هو السر بتاعنا في معلقة السكر. خلاص يا حبايب قلبي، بس حته معلقه السكر وانا بحطها ما جتش معاكم في الفيديو، معلش اتمسحت من الفيديو. خلاص فصل كان التليفون وانا بحط السكر. خلاص حبايبي بصوا هنا كان استوى اهو. انا سبته، كنت طبعا انا عاملاه مقطعاه من بالليل وسايباه، والصبح رحت حطيت له المحلول الملح بتاعه وسبته لاخر النهار. اكلنا منه. بصوا بصوا جماله، بصوا لونه اهو. اهو ان شاء الله هيعجبكم، جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعتمدوها عندكم. اهو انا كنت بحب اقطعه يعني صغنن كده، علشان عندي اولادي بيحبوا صغنن كده، ما يقطعوش او يقطموا الواحدة ويسيبوها في الطبق تاني، لا ياكلوها كلها. خلاص عايزة تقطعيه برضو مكعبات قطعيه، بس انا بحب اقطعه كده صغنن. خلاص بصوا اهو، حتى كان الفلفل لسه، علشان برضو كان يعني انا كنت عاملاه من الصبح واخر النهار اكلنا منه. لو لاحظتوا ان الفلفل برضو ما استواش معايا، لكن اللفت استوى. لو انتوا لاحظتوها اهو الفلفل قاعد اخضر زي ما هو كان لسه هيخش على سوا تمام. ان شاء الله هخلي لكم برضو الفلفل السريع وهعمله لكم ان شاء الله هيعجبكم. بصوا اهو، بصوا مقرمش وجميل، بصوا الواحده ماسكه نفسها مش مهريه خالص اهي. بصوا انا هنا بوريكم، بصوا قطمت منها بصوا جميله ازاي. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه. بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه بتاعتنا، وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيره حلوه. بس ادعموني واكتبوني في الكومنتات. وشكرا يعني شكرا جزيلا لاي حد بيدعمني وبيحط لي لايك ومشترك عندي. بص اللون، بصوا بيفتح النفس بصراحه. ان شاء الله هيعجبكم، جربوه ان شاء الله هيعجبكم يا حبايب قلبي. اقول لكم في رعاية الله، السلام عليكم، مع السلامة، باي باي.